بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وان شاء الله معانا فيديو جديد. وحشتوني جدا جدا، بقالي فترة بكون مقصرة ناحية اليوتيوب شوية ومش بنزل فيديوهات كتير ان شاء الله، يعني ننزل فيديوهات كتير وجديدة مع بعض بإذن الله. كلنا بنتعرض للمواقف دي وبيكون عندنا بواقي كيك ومش عارفين نعمل بيها ايه، والعلبة دي بتفضل محطوطة على الرخامة، بيكونوا خلاص كلوا وزهقوا ومش عايزين كيك تاني. يلا النهاردة هنعمل بيها وصفة حلوة جدا، اعادة تدوير للكيكة اللي بتكون زايدة عندنا ومش عارفين هنعمل بيها ايه. فيلا بينا. اي حاجة عندك بقى، انا كان عندي طواجن صغيرة كده وكان عندي لبن ساقع في التلاجة. جبت كده شوية لبن وحطيتها كده في ارضية الطاجن، وبدأت ان انا اجيب الكيكة بتاعتي العادية خالص اهي، وبدأت ان انا افتفتها كده زي ما انتوا شايفين او اقطعها حاجات صغيرة في قلب الطاجن. بعد كده هنعمل لها اعادة تدوير حلوة جدا، كل اللي هياكلها هيقولك طعمها جميل ومش دي الكيكة اللي احنا كنا بناكلها. اي كيك عندك بقى، كيك شوكولاته، كيك عادي زي اللي احنا عاملينه ده، فاي كيك عندك هينفع في الوصفه دي. بعد كده جبت اللبن بتاعي تاني وبدأت ان انا اسقسق كده الكيكه بتاعتي عشان تبقى طريه وطعمها حلو. ده لبن بس من غير اي اضافات، يعني لبن ولا حط عليه ولا سكر ولا اي حاجه، عشان بقيه الاضافات اللي هنحطها بعد كده هتبقى مسكره، فمش عايزين الكيكه تبقى مسكره زياده عن اللزوم. بعد كده اي صوص عندك بقى استعمليه، صوص كراميل، صوص فراولة، اي صوص عندك استعمليه. صوص شوكولاتة، انا كمان الصوص الشوكولاتة ده عملته على البوتاجاز، جبت كده معلقة من الكاكاو الخام ومعلقة من السكر وشوية لبن ودوبتهم كده على البوتاجاز لحد ما تقلوا معايا وعامله صوص شوكولاتة. يعني اي صوص متوفر عندك حطيه في الوصفة دي، مش هيقول لا وهيكون طعمه حلو جدا. الطبقة التانية برضو بدأت ان انا احط بواقي الكيك بتاعتي، وبدأت برضو ان انا اجيب اللبن اللي معايا خالص الساقع العادي اللي ما فيش في اي حاجة، وبدأت برضو ان انا احطه على الكيكة كده عشان تطرى معايا. كان عندي كده في التلاجة نص كوباية من الكريم شانتيه، حطيتها في الكبة بتاعتي العادية خالص، وحطيت عليها كمان يا بنات نص كوباية من اللبن الساقع المتلج زي ما انتوا شايفين، كنت جايباه من التلاجة. وبدأت ان انا انزل بالكريم شانتيه بتاعي على وش الطواجن كده، عشان طبعا اعادة تدوير فلازم نعمل حاجة حلوة ياكلوها ويحسوا ان هي حاجة جديدة، يعني مش دي الكيكة اللي كانوا بياكلوها، لا دي حاجة تانية طعمها حلو. الكريم شانتيه ضربته بس اللي هو مش تقلته قوي، يعني ضربته كام ضربة كده في الكبة وخلاص، لو انت عايزة تقليه تقليه، بس انا كنت حاسة ان هو كده هيبقى احسن يعني. فبدأت ان انا ظبطت الطواجن بتاعتي وجبت برضو صوص من الصوص الشوكولاتة اللي احنا عملناه مع بعض على البوتاجاز. يعني انا ما ده صوص انا عملته بطريقه سهله وبسيطه زي ما انا قلت لكم، معلقه كاكاو ومعلقه من السكر وكم معلقه من اللبن كده، وبدات ان انا اتقلهم على البوتاجاز. التزيين ده بقى عشوائي واختياري منك انتي، اللي انتي عايزه تزينيه زينيه، اي حاجه بقى عندك حطيها في التلاجة، اي شكل اعمليه يعني مش هيقول لا. المهم ان هي حاجه تفتح نفسهم عن الكيك تاني، وحاجه طعمها حلو وبسيطه وسريعه ومخدتش مننا اي وقت، والحاجة كلها كانت متوفرة عندك في التلاجة. شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ هي كده حلوة مش هتقول لا. بس انا حبيت يعني ان انا ايه، ادلعهم شوية واظبط لهم الموضوع شوية. فكان عندي كده الفرماسيل اللي هو الملون ده، بدأت ان انا احطها على وش الطواجن، وكان عندي اللي هو شوكليت شيبس، بدأت ان انا احطها برضو كده على وش الطاجن التاني. وده كانت التحلية بتاعتنا سهلة وسريعة من بواقي الكيك. هنعمل اعادة تدوير اليومين دول، طبعا مش هينفع ان احنا نرمي اي حاجة، وبالذات الحاجة فعلا بقت بتكلف والحاجة بقت غالية جدا، فلازم ان احنا نستغل كل حاجة يا بنات، ونفرح ولادنا بأقل الامكانيات وعلى قد ظروفنا. شايفين شكل الطواجن؟ والله شكلها حلو جدا، وكان الطعم جميل جدا، يعني كان حلو كده. وطبعا لما حطينا كمان اللبن من غير سكر، كانت الاضافة دي حلوة جدا، ان هو الكيكة ما كانتش مسكرة قوي وكان طعمها حلو. شكلهم حلو وبسيط وسريع، ولو انت جالك ضيوف ومش عارفة تقدمي ايه وكان عندك بواقي كيك، هتعملي الحاجة العظمة دي بأقل الامكانيات. مع السلامة.